السلام عليكم. جيبي جوج بيضات وجوج تفاحات وتبعيني الكوزينه. فواحد البول نديرو جوج بيضات، كاس لاروب ديال سنيده، نضربوهم تيذوب لينا السكر، نزيدوهم ساشي فاني، كاس لاروب ديال الزيت، قبيصه الملحه باش نوازنوا الحلاوه، نخلطوهم مزيان، نزيدوهم ياغورت فاني ونخلطو، نزيدو جوج كيسان ديال الطحين وجوج خمارات مغربلين ونخلطو كلشي هكا كيكون القوام ديال الخليط. نجيبو واحد المول اللي غنطيبو فيه. انا درت ليه البابي كويسون من التحت، تقدروا غير دهنوه بالزيت ولا الزبده، ترشوه بالدقيق، نصبوا فيه داك الخليط ونخليوه على جنب وندوزو نقطعو التفاح. هنا انا عندي جوج تفاحات صغار، نخليهم غير بالقشره ديالهم، اللي ضروري هو نقطعوهم رقيقين بهذه الطريقه باش يبقى لينا التفاح الفوق وما يهبطش لينا في القاع ديال المول. صافي نقطعوهم ونستفوهم فوق المول بالطريقه اللي بغينا. انا استفتهم بهذه الطريقه، ونرشو فوق منهم فاني وندخلوهم للفران اللي كيكون ديجا مسخن من قبل، نشعلوا ليهم غير من التحت حتى يطيبوا، من بعد نشعلوا ليهم من الفوق باش تحمر. بعد ما خرجناها وهي سخونه ندهنوها واحد المعلقه د العسل ولا جوج. انا رشيت الكوك، نتوما زينوها باش ما بغيتو تقدروا تخليوها غير هكذاك، راه المنظر راه كاين. وهكا كتكون واجده عندنا الكيكه ديال التفاح، وبصحه والراحه.